زكريا الطالبي، صاحب شركة لكراء الدراجات النارية، وكذلك كنصلحوهم كنبيعو نشريو فيهم. اليوم جينا نهضروا على هذا الموضوع اللي كتشوفوا كيروج في مواقع التواصل الاجتماعي ديال يعني هاد الحملة ضد الدراجات النارية المعدلة كذلك. اليوم جينا نهضروا على هاد الدراجات هادو. هي اولا كتدخل من النهار الاول كتدخل 49 ياك، وبالنسبه لينا حنا كنوصلوا بها 49. كاين بعد منها اللي كتكون يعني كتدخل بهاديك 49 ولكن راه ما خداماش، هي في الاصل ما خداماش. علاش؟ حيت بالنسبه لا جيت تشوف بالنسبه للعقبه ولا تقال هزيتي جوج ديال البلايص راه ما كتزيدش نهائيا. داكشي علاش تيطرقوا يعني لداك السيلندر اللي كيجي فيه كيتحيد، وكيدير واحد السيلندر اللي كبر منه باش داك الموتور تيحاول يتمشى شي شويه. هو المشكل اللي كاين، هو كاين واحد الشباب، شنو غادي نقول لك، واحد الشباب الله يهديهم تيشدوها الدراجه هذه. بالعكس اللي خصها تخدم هي نورمالمون الناس كتخدم بها كترزق بها الله على وليداتها. كاين اللي كيمشي بها للعمل ديالو، عنده واحد المسافه بعيده باش غيمشي الترونسبور الاول الثاني الثالث كيطرق لهاد الدراجه هذه كيستعملها. كاين بعد يعني اللي كيوصلوا الطلبيات وداك الشيء كذلك، فهمتيني، كيمشيو بهاد الدراجات هادو. ولكن الشباب دابا الله يهديهم، الدراري صغار ما عارفين شنو شد موتور، بقى يكابري به في الشارع العام، كيدير سياقه بهلوانيه، ما يمتثلش اوامر البوليس، ما كيديرش الخوضه، حرق الضوء. الصراحه الله يهديهم، هادو راه الشباب اللي طايشين. حنا كنهضروا دابا طبعا على هاد الفئه هادي، اما الفئه اللي خدامين على راسهم راه الامور ديالهم واضحه. مؤخرا بديت نشوفوا بان الحمله يعني ولات دارت واحد الضجه كبيره، خرجت واحد لاباراي اللي كنتو شفتو كذلك بالنسبه كيعبروا بها الدراجات الناريه. وهذيك لاباراي ما طبعا موتور 49 كتشدو تعبرو وكيطلع لك يعني واحد المقياس اللي هو كبير. ما بالك ان موتور فيه ماكينه 110 ولا 70 ولا 125، راه ما غادي ما صافي بلا ما تعبروهاش دو ديه الفوريه 49 يعطي هذاك العبار. وبالنسبه حاليا كنطالبوا من الناس المعنيه من النارسه ووزاره الجهاز والنقل يشوفوا لنا شي حل، لحقاش دابا حنا المهنيين ديال الدراجات الناريه مضرورين بزاف، فهمتيني، يعني مضرورين من ناحيه الخدمه. الانسان فاش كيشوف واحد الحمله وكذا كيشد الموتور ديما ندير فيها نوقفو. كنتي كتكريه تقول اخويا اسمح لي كاينه الحمله ما غاديش نكري منك، مول البياس عاوتاني مضرور، السيد اللي كيصلح حتى هو عنده وليدات وكذا سيكليس ولا اللي كيصاوب موتورات تيقول لك ما بقاتش الخدمه، يعني كلشي وقف. انا عندي مصاريف، عندي كرا، عندي ضريبه، عندي شركه، عندي لاسيرونس، صافي غادي نوقفو نهزو يدينا ونطلبوا الله. هادشي اللي كاين، فهمتيني. كنتمنوا دائما المسؤولين يشوفوا لنا شي حل وسط اللي غادي يفرق بيناتنا، يعني بيننا وبين السلطات. يعني السلطات حتى هي كذلك مسكينه تتقوم بواحد المجهودات جباره. علاش؟ هي طبعا ماشي ضد المواطن، هي مع المواطن ياك، ولكن حتى هما مامورين باش كيشوفوا بان هاد الحوادث كثرت بزاف، حوادث مميته والسرقات كيكثروا بزاف. بالنسبه للدراجات الناريه كيدير هذاك موتور طرق تيدير واحد السرقه اللي هي بالخطف ولا كذا، وما عندوش ماتريكيل، ما عندوش ترقيم، وما كيشدوش مشى ماشي الصالح ديالنا اجل مزيان. غير هو حاليا يعني حتى السلطات خصهم يتعاونوا معنا في واحد القضيه اللي هي توعيه المواطن. راه كاين الناس راه ما عمرو كاع عرف شنو هو الطريق، كاع تيشد الموتور تيركب عليه ويمشي ويدخل في وسط الطريق ويطلع فوق الخط متصل فوق التروطوار ويطلع فوق الجرده. ما عارفش غتشدو تسولو دابا الشريف شنو هادشي، تيقول شنو ما كاينش مشكله، موتور عنده هو موتور راه بحال الراجل، راه كيمشي بحالو بحال الراجل، فهمتي. كتلقى شحال من واحد تلقى قطع ماما الراجلين بموتور مديمار، ما عارفش راه عنده هو موتور بحال الراجل، فهمتيني. تكون واحد شويه ديال التوعيه، مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى بالنسبه للقنوات ديال التلفازه هما هكاك يوعيو المواطنين بان الناس اللي كيستعملوا الدراجات راه الدراجه علاش كتستعمل، واش كتستعمل، وراه خصكم تمشيو في واحد البلاصه معينه، وما خصكمش ديروا هذه حفاظا للسلامه ديالكم وسلامه المواطنين، فهمتيني، باش ما يبقاوش يشكلوا خطر على المواطنين.